يا مساء الفل، تحياتي ليكي من مطبخي مطبخ نرمين. زي ما تعودنا كل يوم الساعة 7 بالتمام وصفة جديدة وابتكار جديد من ابتكارات المطبخ. لو لسه ما اشتركتش في القناة يلا بسرعة جدا اعملي اشتراك، وما تنسيش تفعلي الجرس، تختاري كلمة الكل دي بقى عشان يوصلك كل الاشعارات اللي بتوصل من عندي من مطبخي مطبخ نرمين. والنهاردة بقى هعمل لك وصفة تستاهل 1,000,000 لايك، يعني ما تبخليش عليا باللايك. النهاردة هعمل لك الزبيب بقى اللي احنا بنشتريه من بره، الزبيب السوري ده اللي احنا بنشتريه، النهاردة هنعمله في البيت بمكونين بس ما فيش غيرهم، حاجة تحفة تفضل معاكي خزين من السنة للسنة. ازاي هنعملها هوريكي حالا الطريقة. طبعا الزبيب بيتعمل من العنب، واحنا عارفين بقى ان العنب مصدر كويس جدا للفيتامينات والمعادن، ومن اهم المعادن اللي موجود فيه العنب اللي هو عنصر البوتاسيوم. النهارده بقى هنعمل الزبيب المجفف الجميل اللي احنا بنشتريه بره باسعار غالية، هنعمله في البيت بطريقة سهلة جدا. اول شيء لازم تستخدمي عنب ما يكونش فيه بذر، يعني اللي هو العنب البناتي ده. بنجيب العنب زي ما انت عايزه، لو حابه تستخدمي العنب اللي هو لونه احمر مفيش مشكله، عايزه تستخدمي الاخضر مفيش مشكله. انا على فكره يا جماعه بفضل الاخضر لانه لما بيتنشف وكده بيدينا اللون الجميل للزبيب. العنب الاحمر بيدينا لون غامق شويه. بصي بقى هتقطعي العنب كده زي ما انت شايفة، وتتخلصي من اي حاجة تكون مستوية جامد، علشان احنا دلوقتي هندخله بقى في مرحلة السوى. النهاردة هعملك الزبيب بالطريقة السهلة، يعني مش هندخله الفرن ولا يقعد 3 ايام في الفرن ولا الحكايات الطويلة دي، لا احنا هنعمله بطريقة اقتصادية يا جماعة. يعني مش هيخلص معاكي انبوبة البوتاجاز زي ما احنا متعودين عشان نعمل زبيب لازم انبوبة البوتاجاز تخلص، لا هنعمل النهاردة الزبيب بالظبط في 10 دقايق، اقل كمان من 10 دقايق. حاجة سهلة واقتصادية فوق ما انت متخيلة. بعد كده بعد ما بنقطعه كده، وطبعا لازم تختاري عنب يكون كويس يستحمل معاكي. بتغسلي العنب كويس وبتنضفيه، بتشيلي منه اي ورق مثلا، اي حاجة تكون مستوية زيادة عن اللزوم، علشان ده لما هينزل معاكي بقى في السوى هيبقى متبهدل. لكن لما تكون العنبية كده جامدة وحلوة هتديكي احلى نتيجة. طبعا بفضل العنب اللي هو يكون صغير شوية، لو انتي ما عندكيش غير العنب الكبير مفيش مشكلة، بس اهم حاجة العنب يكون مفيهوش بذر. بنجيب حلة على النار نملاها مية مغلية زي ما انتي شايفة معايا كده، واول ما المية تبتدي تغلي معاكي هتنزلي بايه؟ بالمكونين السحريين اللي انا قلتلك عليهم. اول حاجة يا ستي هتنزلي بملح الليمون، معلقة ملح ليمون. ايه فايدة ملح الليمون؟ ملح الليمون ده مادة حافظة رقم 1. رقم 2 هو اللي بيساعد على تجفيف العنب، وهو اللي بيخلي العنب يتحول لإيه؟ لزبيب. بعد كده نقطة زيت، يعني بصوا معلقة صغيرة كده. الزيت ده زيت ايه؟ اي زيت عندك، زيتون مش مشكلة، زيت ذرة مفيش مشكلة، بس اهم حاجة يكون زيت نظيف ما استخدمتهوش قبل كده علشان ما يتغيرش معاكي طعمه وريحة العنب. يعني هو بيتعمل بزيت اسمه زيت البرافين، بس انا جربته من غير زيت البرافين وبقى تمام وزي الفل. والله لو عندك زيت البرافين مفيش مشكلة، لو ما عندكيش زي ما قلت لك زيت الذرة يمشي وزيت الزيتون يمشي. بعد كده بقى بتضيفي العنب. بيتساب قد ايه العنب جوه المية المغلية دي؟ مفيش، يعني يا دوب 3 دقايق بالظبط هتلاقي المية غلت معاكي. شوفي حاجة غريبة، ايه الحاجة الغريبة دي؟ هتلاقي العنب معاكي، العنب المستوي زيادة عن اللزوم هتلاقيه طف معاكي فوق المية، يعني هتلاقيه يطفو كده فوق المية. ده تعرفي بقى تشيليه كده بالمعلقة بحيث تتخلصي منه، لان ده طبعا هيبهدلك الزبيب لو سبتيه. هتشيليه كله كده وتتخلصي منه كله بحيث يبقى معاكي الزبيب نظيف وحلو وجميل. بتسيب الزبيب جوه المية لمدة 3 دقايق يغلي.
ايه فايدة الحركة دي او ليه احنا بنعمل كده؟ اول شيء المية المغلية دي بتعتبر معقم لأي حاجة. تاني حاجة لما احنا نسيب الزبيب جوه المية وملح الليمون لمدة 3 دقايق، ده بيعمل ايه يا جماعة؟ ده بيخلي ملح الليمون يتخلل جوه العنب، فبالتالي بيخلي لك الزبيب يبقى ايه؟ جميل ويحتفظ بقيمة غذائية عالية، وبيخليه يتجفف معاكي بسهولة. شايفة؟ هيتحول معاكي العنب منظره كده زي منظر الزيتون بالظبط، وهوريك ازاي هتشوفيه. اول ما يبتدي العنب كده يطفو معاكي هتطفي البوتاجاز وتروحي تعملي ايه؟ تجيبي المصفى بتاعتك. شايفة العنب وهو نازل معاكي هتصفيه في المصفى. شايفة العنب بالظبط شكله زي ايه؟ زي الزيتون بالظبط. هتعملي ايه بقى؟ هتصفيه كويس خالص من المية، لازم ما يكونش فيه اي نقطة مية خالص، يعني ممكن تسيبيه ساعة او ساعتين يتصفى مفيش مشكلة. لازم تتخلصي خالص من المية. لو العنب بقى فيه اي نسبة مية ده بيخلي العنب يبقى صعب جدا في تجفيفه وبيبوظ كمية كبيرة منه. لازم تبقى العنباية كده ما فيهاش ولا نقطة مية. ممكن زي ما قلتلك تسيبيه ساعة او ساعتين في المصفى كده يتصفى كويس خالص ويبقى تمام، ينشف معاكي يعني. بعد كده هنعمل ايه؟ هوريكي. هنجيب صاجة من صيجان الفرن اللي احنا طبعا بنستخدمها في المعجنات، وهنجيب ايه؟ هنجيب ورقة زبدة. طب احنا ما عندناش ورق زبدة، نعمل ايه؟ ما نعملش عنب؟ لا، هنعمل عنب. بصوا يا جماعة، في ورق بيبقى ورق ستيكر اللي احنا بنلزق عليه المطبخ ده. الستيكر ده مهم جدا، ما ترميهوش. يعني لما بعد ما تلزقي الستيكر احتفظي بالورق ده. انا بلفه كده زي رول وبحتفظ بيه، ده بيبقى احلى على فكرة من ورق الزبدة بكتير، بيستحمل اكتر يعني. بعد كده بنرص بقى ايه؟ العنب على ورق الزبدة او على ورق الستيكر. طب ما عنديش ورق عنب، ما عنديش ورق ستيكر ولا ورق زبدة، اعمل ايه؟ هقولك، هتجيبي ورق من ورق كراسات الرسم بتاع ولادك، بس يكون مش متشخبط فيه ولا مرسوم، وتفرديه وتعمليه. بس طبعا في المرحلة دي هتهتمي كويس جدا انك تجففي المية، لكن انت لو حاطه في ورق ستيكر او ورق زبدة مش هتروحي لمه، يعني هتسيبيه كده لحد ما يستوي مع نفسه. لو هتستخدمي ورق كراسات يبقى تراعي كل شوية انك تنشفي المية اللي بتنزل من العنب. اهم حاجة في المرحلة دي اني انا ما اخليش العنب يلزق في بعضه. يعني ممكن لو ما كفتش معايا صينية احط في صينية تاني مفيش مشكلة، اهم حاجة العنب يبقى ايه؟ متفرد من بعضه. ده بيعمل ايه؟ اول حاجة بيسهل ان العنب يتجفف بسرعة. تاني حاجة بيخليلك مفيش حاجة تبوظ منه ابدا. بتهزيه كده كويس خالص بحيث تخلي الصينية تتملي عندك ومفيش حاجة تبقى لازقة في اختها خالص. وانت كمان كده تظبطيه بايديكي، بحيث لو في مثلا عنب فوق بعضه انك تظبطيه كده بحيث كل واحدة تبقى مفردة عن اختها. في طريقتين يا جماعة لتجفيف العنب. الطريقة الأولى اللي هي الفرن، إنك تسيبيه جوه الفرن يوم كامل وتوطي عليه الفرن. بصي دي طريقة صعبة وبتحتاجي تقلبي فيها وبتستهلك بوتاجاز كتير جدا. في طريقة سهلة اللي ربنا خلقها لنا. إحنا عندنا الشمس، كل واحد عنده سطوح في بيته. فوق السطوح بتاع بيتك هيكون الشمس سخنة جدا، وإحنا خصوصا في الأيام دي شهر 8 ده بيكون درجة الحرارة عالية جدا. فاحنا ليه ما نستغلش كده؟ ده موسم العنب والعنب رخيص حاليا، الايام دي العنب رخيص جدا وفي نفس الوقت الحرارة شديدة، فاحنا نستغل الحاجتين دول ونعمل زبيب. هتسيبيهم كده فوق السطح بتاعك. لو خايفة بقى من العصافير والحاجات دي هتجيبي شبكة سلك، كلنا عندنا السلك ده في البيت، تعمليه كده زي شبكة وتضيفيه او تحطيه كده على الصاج كده، مستحيل اي حاجة تروح لمه. شايفة؟ بالطريقة دي. على فكرة أنا سبته كده في الصاج، لا قلبت ولا عدلت ولا أي حاجة، سبته كده وهو استوى مع نفسه. طيب بنسيب الزبيب قد إيه في الشمس؟ بصي بقى، زي ما قلتلك لو أنت سايباه على ورقة كراسة هتحتاجي كل يوم تروحي تقلبيه كده وتنشفي منه المية. لو أنت سايباه على ورقة زبدة هتسيبيه بحاله كده لمدة قد إيه؟ مش أقل من 3 أيام كاملة في الشمس. يعني ما تستعجليش عليه، لازم يبقى الزبيب نشف كويس معاكي ولازم يكون اتجفف كويس.
طريقة التجفيف دي بتخليه يحتفظ معاكي. يعني انا ممكن اخزن الزبيب يقعد عندي من السنة للسنة. انا ما بشتريش زبيب من بره خالص زي ما انت شايفة كده. طبعا لما ابتدى العنب يدبل وكده انا ضفتهم في صينية واحدة، لان طبعا ده عددهم اقل. يعني طبعا زي ما انت شايفة كده اتجففوا. هشيل بقى الشبكة السلك وهوريكي الزبيب بقى شكله ازاي. زي ما انت شايفة حتى ورقة الزبدة من تحته اخدت من لون العنب وصفرت شوية، طبعا لان ايه متعرضة للشمس 3 ايام. شايفة الزبيب شكله جميل ولونه تحفة كده. الزبيب اتجفف معاكي كويس خالص. طب هنحفظ ازاي الزبيب وازاي نحتفظ بيه من السنة للسنة؟ اهم حاجة الحاجة اللي هتخزني فيها الزبيب ما يكونش فيها ولا نقطة مية. يعني لو هتخزنيه في برطمان ازاز ما يكونش فيه ولا نقطة مية. علبة تلاجة ما يكونش فيها ولا نقطة مية. ممكن تخزنيه في اكياس بلاستيك امين، بس برضو ما يكونش فيها اي مية. يعني حاجة تكون جافة خالص. بصي الزبيب ده طبعا زي ما قلت لك مفيد جدا للاطفال، وطبعا بيسهل حركه الامعاء، حلو خالص، مفيد للجهاز الهضمي، مفيد طبعا للتخلص من الديدان، مفيد لان هو مدر للميه. يعني بيسهل حركه الكلى. الناس اللي عندها مشاكل بقى في الاملاح وكده، الزبيب ده مهم جدا 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 ومفيد جدا جدا. وطبعا بيحتوي على نسبه عاليه جدا من الفيتامينات، بتساعد في علاج الانيميا وحاجات كتير. زي ما قلت لك هنخزن الزبيب في علبة تكون جافة وما يكونش فيها اي مية ولا اي رطوبة. بتحفظيه فين؟ بتحفظيه في التلاجة مفيش مشكلة، بتحفظيه بره التلاجة مفيش مشكلة، لان احنا مجففينه تمام. طبعا بنستخدم الزبيب في المعجنات وفي الحلويات زي ما عملت لكم قبل كده. ام علي استخدمنا فيها الزبيب، برضو المهلبية، الرز بلبن، البسبوسة بنستخدمه برضو في الانجليش كيك. كل تقريبا الزبيب كمان بنستخدمه في الكبسة، في اكلات، في الرز ابو خلطة. كل الحاجات دي احنا بنستخدم فيها الزبيب، بيكون معاكي جاهز في المطبخ وسريع ما تحتاجيش تشتريه. وطبعا اقتصادي جدا جدا. ما استخدمناش فيه يا جماعة الا العنب، واستخدمنا طبعا الشمس بتاعت ربنا، يعني ما اشتريناش حاجة من بره. كده خلاص خلصت وصفتنا. لو عجبتك الوصفة ما تبخليش عليا باللايك واشتركي في القناة، وما تنسيش تفعلي الجرس. ليه بقى؟ عشان يوصلك كل الاشعارات اللي بقدمها من مطبخي مطبخ نرمين. تحياتي ليكي وبألف هنا وشفا، ودايما استنوني كل يوم الساعة كام؟ الساعة 7.